قبل ما نبدأ قصتنا الجميلة النهاردة ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة عشان يوصل لكم كل الفيديوهات اللي احنا هنعملها مخصوص عشانكم. يلا بينا يا أطفال نسمع قصة جديدة وممتعة ونتعلم منها درس جديد في قناة 24 ساعة مع طفلك. يلا بينا. كان يا مكان ولا يحلى الكلام إلا بذكر النبي عليه الصلاة والسلام. كان في كلب بني صغير اسمه بودي، ومعروف انه شقي وبيتحرك كتير وكل يوم يجري في الشارع ويهوهو ويلعب من هنا لهناك. وفي نفس الوقت كان في قط رمادي اسمه سمسم، قط هادي وبيحب القعدة في الشمس والهدوء. المشكلة ان بودي كان عنده هواية غريبة، كل ما يشوف سمسم يجري وراه ويهوهو بصوت عالي، وسمسم كان بيترعب كل مرة وسمسم يخاف ويجري. وبودي قال له: ايه يا عم الجبان، انت بتجري ليه؟ ده مجرد لعب، انا بلعب معاك. لكن سمسم ما كانش شايف ان ده لعب وكان بيتضايق جدا، وكل مرة يجري فيها كان يقول: هو كل ما يشوفني يجري ورايا، انا زهقت. تعالوا نكمل قصتنا الجميلة ونشوف هيحصل ايه. وفي يوم من الأيام سمسم قرر إنه مش هيهرب المرة دي وهيواجه بودي بدل ما بيفضل يجري في كل مرة. ولما شاف بودي جاي ناحيته وبيجري كالعادة عشان يخوفه، وقف مكانه وقال له بكل ثقة: إيه يا بودي، مش ناوي تبطل الجري ورايا بقى؟ بودي وقف فجأة وقال له: إيه ده، أنت مش خايف النهاردة ولا إيه؟ سمسم قال له: أنا مش خايف، بس هو أنت ما زهقتش كل مرة تجري ورايا وأنا أهرب؟ مش مملة الحكاية دي؟ بودي فكر شوية وقال: لا، أنا بحب الجري، وأنت لما بتجري الموضوع بيضحكني قوي. سمسم قال له: طيب ليه على طول أنا اللي أجري؟ ما تيجي نلعب، وأنت تجري مرة وأنا أجري وراك، وأنا أجري مرة وأنت تجري ورايا، أو نتسابق. بودي قال له: الله، فكرة حلوة قوي، يلا نبدأ دلوقتي. ومن ساعتها يا أصدقائي بقى كل مرة يعملوا سباق، مرة بودي يجري ورا سمسم ومرة سمسم يجري ورا بودي، وأحيانا كانوا بيقعدوا مع بعض تحت الشجرة يستريحوا شوية، وأوقات ياكلوا سوا. ومن يومها بقوا صحاب، وبودي اتعلم ان اللعب بيبقى احلى لما يكون الطرفين مبسوطين من غير ما حد يكون فيهم متضايق، وتعلم ان الهروب دايما مش بيكون احسن حل، ساعات المواجهة بتكون احسن. اكتبوا لنا في التعليقات ايه اللي كان بيخلي سمسم بيهرب في كل مرة يشوف فيها بودي، وليه بودي كان بيحب يجري ورا سمسم على طول. واكتب لنا في التعليقات ايه احسن قصة سمعتها في القناة وتعلمت منها ايه. بعد ما سمعنا قصتنا الجميلة النهاردة اوعى تكون نسيت تعمل لايك واشتراك للقناة عشان يوصلك كل الفيديوهات اللي احنا بنعملها عشانك. بعد ما سمعنا قصتنا الجميلة النهاردة تعالوا معايا نسمع قصص أكتر في قناة 24 ساعة مع طفلك. يلا بينا.